دموعي والله بتكسر طموحي، عايش في ذكرى بتقطع لي روحي، تعبان والله ما فرقاني موتي، وبنام كتير عشان الديون. كان الهم رشوا السم، خلوا عيني تبكي دم. انا موجوع كل دموع، كل اللي في قلبي ده غم. مفيش امان وكله خوف، كل حياتي كلام وحروف. انا مغلوب حياتي حروب، ومن الحياة مشطوب محزوب. قلبي من وجع موجوع، عيني مبطلش دموع. الإعلان التاني لعثمان. الإعلان التاني الحلقة 183. حلقة هتكون شكلها حلوة كويس جدا، فيها تحالف مع الأتراك، تحالف مع قادة أتراك جداد داخلين تحالف جديد. لكن أولوجان هيعمل حاجات لعثمان هتضيع منه التحالف ده، هيقتل منهم قادة، هيقتل منهم ناس. التحالف الإعلان جه فيه كمان بالة بتأسر صوفيا، بتاخدها بتأسرها عندها لحد ما هتقول لها فين بنتها. وما زلنا في قصة البحث عن حليمة، أو بقاش المسلسل المؤسس عثمان، بقى البحث عن حليمة أو بنت الضائعة. بتدور على بنتها، بتبحث عن بنتها. الإعلان التاني جاي جميل جدا، لحظة دخول بلا القبيلة. الناس مش متوقعة ومش متوقعة انها تشوفها خالص. واحدة كانت ماتت، ولادها مزولين، بنتها فاطمة مزولة. رجوعها كان حاجة جامدة جدا. كمان الحلقة جاية في رمضان، يعني بتقول ان بدأ عندهم رمضان، بيعملوا بعض مناسك رمضان في الوقت اللي هم فيه. كويس جدا، الحلقه دي هتبقى ممتازه وجميله جدا. كمان بنشوف عثمان والرجاله بتاعته والمحاربين بتوعه بيضربوا في المغول جامد. لكن الغريب ان ما جاش في الاعلان التاني اي حاجه عن بجوم او بجوم واللي معاه. بيجوم والباي، حتى بننسى الاسماء، ما جاش عنهم حاجه. بس الاعلانات يا جدعان، الاعلان الاول والتاني ما همش ترتيب للاحداث. يعني ممكن يكون الاعلان الاول جاي من اخر الحلقه، والاعلان التاني شوف احنا جايبين باله في الاعلان التاني، جايه في الاعلان التاني مع ان هي اول حاجه في الحلقه اللي جايه هتبقى دخولها القبيله. فمش مش 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 حاجه يعني. بس اكيد هم خلاص نهايتهم قربت هم ولوجان. هتبقى الاحداث اللي جايه مع القائد البيزنطي اللي هيجي بورصه، اللي هيبعته الامبراطور لبورصه، اللي جاي بدل لوكاس. وصوفيا اعتقد خلاص انها كده معانا حلقه او اتنين وهتتكل على الله، ونخلص بقى من قصه حليمه دي والبحث عن البنت الضائعه. الحلقه اللي جايه هتبقى ممتازه، هتبقى تشويق اكتر. نتمنى من المخرج انه يخش لنا في الاحداث التاريخيه، ويسيبوا بقى من حاجات الدراما دي، ويسيبوا من حاجات حليمه. ده طلعنا بره يعني الحاجات، الناس اللي ما كان المفروض تكون موجوده حتى لو هي في مسلسلات تانية كان يدخل ناس بدلها. الناس اللي كانت تكون موجوده مش موجوده، يعني ترجوت مش موجود، والناس اللي مش موجوده دي راحت فين؟ ملعون راحت فين؟ كونور قلب راح فين؟ كل الناس دي راحت فين؟ كل الناس دي اكتيمون راح فين؟ ابن عمه ما ماتش في الحلقات. اكتيمون مات في بورصه، يعني في فتح بورصه. فين الناس دي كلها؟ فين؟ وكانوا قاده محنكين ويساعدوا كتير وحروب كتير، ولا اساس خالص، لان المغول عملوا الحاجات دي وبهدلوا الدنيا كده وذلوا عثمان بالطريقه دي. ولا البيزنطيين، عثمان معارك بسيطه جدا اللي خسر فيها، لكن كل معاركه كسبها وما تزلش خالص، ولا زلوا حد في لا مغول ولا بيزنطيين زلوه. ف كفايه علينا لحد كده بقى افتكاسات من المخرج. نشوف بقى الحلقه اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها. ربنا يسهل ويرجعنا للدراما، يرجعنا للاحداث التاريخيه، ويبعدنا عن الدراما شويه، ويبعدنا عن طريقه الافلام الهندي. معاكم ان شاء الله. هديكم من الاربع زي كل مره نبذه الصبح عن اللي هيحصل في الحلقه. هقول لكم ايه اللي هيحصل في الحلقه النهارده.
زي ما قلت لكم الاربع اللي فات، وقلت لكم الاربع اللي قبله، وراجعوا المقاطع هتلاقوا كل حلقه اللي قبلها قلت لكم اللي هيحصل فيها بالظبط. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تدعمونا، عشان تطلعونا شويه. لايك، تعليق، اي تعليق تكتبه وهجاوبك عليه من الحاجات دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.